السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل النهاردة مع بعض بإذن الله الرز بالخلطة الحلوة دي، وهنعمل كمان الحمام المحشي واستحالة يفك منه. كلنا طبعا كانت بتحصل معانا مشكلة ان الحمام بيفك او بيفرقع او حاجات كتير. لا، انا هعمله النهاردة معاكم ان شاء الله بطريقة حلوة جدا. استحالة ان الحمام يفك او يفرقع او يحصل له اي حاجة، وهنعمله كمان بطريقه سهله وبسيطه. انا حشيته النهارده رز بالكبد والقوانص. براحتك بقى، لو حابه تعملي فريك انت حره، بس انا بحشيه رز بالكبد والقوانص، احنا بنحبه بالرز. عملته بطريقه حلوه جدا جدا. ورغم ان احنا هنشوف الحمام دلوقتي قبل ما يتحشي، هنشوف حجم الحمام قبل ما يتحشي عامل ازاي، وهنشوفه بعد ما اتحشى كان عامل ازاي. هعمله لكم بطريقه المطاعم، حاجه كده اللهم بارك. وبسم الله ما شاء الله، لا فك ولا حصل له اي حاجه، بطريقه سهله وبسيطه وجميله. فيلا بينا على الفيديو، نبدا ونقول بسم الله ونشوف وصفتنا النهارده هتكون عامله ازاي. بسم الله. اول حاجه انا جبت الحمام بتاعي، طبعا غسلته كويس جدا وكنت نقعاه. زي ما انا قلت لكم، شايفين حجم الحمام؟ طبعا كلنا عارفين ان الحمام بيبقى حاجه صغيره كده. انا خليتها ما شاء الله زي اول الفيديو. هقول لكم عملتها ازاي. اول حاجه جبت كده بصلتين وفرمتهم في الكبه ناعم. هبدا ان انا انزل بشويه بصل كده بس مش كتير. وباقي البصل هقول لكم هعمل بايه. نزلت في حدود كده معلقه من البصل، وهنزل عليها بشويه من الملح وشويه من الفلفل. هتبل بهم الحمام وهركنهم على جنب لحد ايه ما نجهز الخلطه ونجهز الحاجه بتاعتنا. الخلطه دي انا بحب اعملها في معظم الطيور اللي انا باجي اسلقها. بتخلي ريحه الطيور حلوه جدا، سواء فراخ، سواء بط، سواء فراخ بلدي، فراخ بيضه. مادام هسلقها في شوربه لازم اعملها كده العمله دي. هبدا كده بقى ان انا اتبل الحمام كله من جوه ومن بره بالتتبيله الحلوه دي، بالبصل والملح والفلفل زي ما انا قلت لكم. وبعد كده هنحشي بقى الحمام مع بعض لما نعمل الخلطه بتاعته. انا الكبد والقوانص بتاعه الحمام، يعني بحمر الرز وبعد كده بنزل بالكبد والقوانص. انما لو هعمل رز بالخلطه بعصج لها الكبد والقوانص. هنشوف مع بعض كل حاجه دلوقتي. احنا هنجهز دلوقتي حشوه الحمام. اول حاجه انا جبت كوبايه من الرز بس في حدود ربع كيلو. الربع كيلو من الرز ده هشيل الثلاث حمامات دول. بعد لما تبلناهم التتبيله الحلوه دي، هنركنهم بقى كده على جنب، ونبدا ان احنا ايه، نعمل الكبد والقوانص بتاعتنا اللي هنحشي بيها الحمام. هنبدا طبعا نقطع الكبد والقوانص بتاعتنا وناخد الكميه اللي احنا محتاجينها للحمام، والباقي هنركنه هنعمل بيه الرز بالخلطه اللي شفناه برده في اول الفيديو. بعد لما نقطع كده الحمام بتاع الكبد والقوانص بتاعتنا، هنبدا برده ان احنا نتبلها بالبصل بتاعنا. انا هقطع كل الكبد والقوانص وهتبلها نفس التتبيله. بس زي ما انا قلت لكم، انا هحط كده شويه فلفل اسود، وهحط برده شويه من الملح، وهنزل كمان بربع معلقه من السبع بهارات، وهنزل بكميه البصل اللي انا قلت لكم احنا هنحتاجها دلوقتي. هنتبل بقى بيها الكبد والقوانص كده وهنركنها على جنب زي ما انا قلت لكم. وده حطيت برده اللي هي ايه نص معلقه من السبع بهارات. هنتبل الكبد والقوانص بتاعتنا وهنقلبها تقليبه حلوه. كمان نزلت بشويه اللي هي الماجي الفوريه دي. لو عندك مكعب مرقه حطيه، بس انا كان عندي الفوريه دي بيبقى طعمها اقوى شويه. فنزلت برده في حدود بربع معلقه. تبلت الكبد والقوانص بتاعتي كده زي الحمام وهركنها برده على جنب. هجيب كوبايه الرز اللي انا قلت لكم عليها، وهبدا هشوحها لحد ما يبقى لونها ايه، لون ذهبي فاتح كده. هنزل بشويه من الكبد والقوانص اللي احنا تبلناها مع بعض على الرز على طول. وهبدا طبعا عشان الرز سخن، هبدا ان انا اقلب الكبد والقوانص على طول، لونها هيتغير وهتاخد صدمه الرز كده على طول. هبدا ان انا ارجعها تاني على البوتاجاز، وهحط لها بس نص كوبايه ميه. انا مش عايزه الرز بتاعي يستوى سوا كامل، عشان انا عايزاه يستوي مع الحمام. فانا عايزاه برضو يفضل مفلفل، مش عايزاه معجن، فعشان كده هحط له بس نص كوبايه. وسويته وطلعته على الصينيه يتهوى كده زي ما انتوا شايفين. بعد لما اتهوى خالص، هبدا ان انا بقى احشي الحمام بتاعي. حشو الحمام بقى بيكون محتاج فن شويه، علشان تحشي الحمام الجلد ما يتهريش منك، فبيبقى ايه، بالراحه كده وعلى مهلك. فانا زي ما انا قلت لكم، انا بحشي بقى من الزور من فوق. هبدا ان انا بصباعي كده اخش جوه الحمامه، واخلي الجلد بقى بتاع الحمامه ده خالص، عشان برضو هحشي بين الجلد، عشان تبان لي الحمامه زي ما شفناها في اول الفيديو حاجه كبيره كده اللهم بارك. فحشو الحمام ده زي ما انا قلت لكم، هنحشيها من فوق من الزور، وهنحشيها من تحت زي ما انا قلت لكم. وبرده بصباعي بالراحه جدا كده هبدا ان انا اخلي الجلد بتاعي خالص اهو، بالراحه جدا، عشان الحمام الجلد بتاعه رقيق فهبدا ان انا اخلي بقى الجلد، وابدا ان انا برضو ايه، احشي بين الجلد كده. هنحشي الحماميه كلها
هنشوفها بسم الله ما شاء الله حجمها قبل ما تتحشي كانت عامله ازاي وبعد ما تتحشي كانت عامله ازاي. هعملها لكم بقى النهارده بطريقه زي طريقه المطاعم. انا فعلا الحمام انا كنت بسلقه في شوربه، فكان طبعا بيفرقع، كان ممكن الرز كده يطلع من الحمامة، كنت بشوفه بواجه مشاكل كتير لحد طبعا ما بحثت وشفت وعرفت ازاي شكل الحمامية كده بتطلع في المطاعم. كنت لما مثلا اشوف فيديو للمطاعم الكبيرة ازاي هم مطلعين الحمامة كده ومطلعين الحمامة بشكلها كده، فبالصدفة والله العظيم كنت بتفرج مرة على النت لقيت ان هم بيسووا الحمام في صجان مش في شوربة. يعني بيحطوا الحمام كده في الصجان في الفران الكبيرة، ويحطوا برضو حاجة الشوربة كلها، بس الحمامة ما بتكونش غرقانة في المية، الحمامة بيكون لحد نصها مية، وبسوي الحمام في الفرن. انا من ساعة ما شفت الطريقة دي وانا فعلا بسوي الحمام في الفرن. الحمام بيطلع حلو جدا ومحافظ على شكله ومش بيفرقع. هنشوف الطريقة مع بعض دلوقتي، طبعا انا قلتها لكم بس هنشوفها عملي دلوقتي في الفيديو. شايفين شكل الحمامة؟ هكتفها بقى، احط جناحاتها كده وراها، وهبدأ ان انا اجيب الصينية بتاعتي اللي هسوي فيها الحمام. هرص الحمام كده، شايفين شكله؟ هكون في الوقت ده بقى غليت ميه في الكتل، هنزل بتوابل الشوربه بتاعتي عادي، طماطم وبصل وورق لوري وحبهان وفلفل اسود، وانا غليت ميه مغليه في الكتل. هحط نص الصينيه ميه لحد ما الحمام يجي نصه كده بس ميه، إيه مش هغلي شوربه ولا اي حاجه. غطيها بقى بورق فويل ودخليها الفرن، هتستوي هتتحمر كله في وقت واحد في الفرن، وهتطلع الحمامية محافظة على شكلها زي ما احنا شفناها، ومش هتفرقع منك مش هتفك منك، الرز مش هيطلع، هتلاقي الحمامية محافظة على شكلها. ففعلا لو عندك عزومة وعايزة تعملي حمام والحمام يفضل محافظ على شكله اعمليها بالطريقة دي. انا زي ما انا قلت لكم انا شفتها صدفة، ومن ساعة ما شفتها وانا اعتمدت الطريقة دي في الحمام، وبعملها برضو في الفراخ البلدي اللي هي الشامورت الصغيرة، بسويها في الفرن لما بعملها محشية رز. ما كنتش بسلق في شوربة خالص عشان فعلا الشوربة بتهدر حاجات كتير، وتلاقي الحمام ممكن يفرقع منك، ممكن غصب عنك تطرد شوربة، لازم بقى تقعدي تخيطي او تعملي في خلة. انا لا خيطت ولا عملت بخلة ولا اي حاجة، ظبطت حاجة الشوربة كده وحطيت مكعب مرقة في الاخر وهدخله الفرن. هنشوف شكله بقى معانا دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة، حاجة تفتح النفس. طالع الحمام متحمر من فوق لتحت والله، وبيستوي وبيبقى طعمه جميل جدا، بياخد السوى الكامل في الفرن، والحمامية محافظة على شكلها. الرز زاد اهو واستوى، ما طلعش بره الحمامية، لا الحمامية زي ما هي زي اللي بنشوفها في المطاعم. وعملنا كمان الرز بالخلطة، حاجة كده تحفة. فعلا الفيديو ده انا بعمله وحابه اوصل لكم الفكره. انا كنت دايما بحتار اقول يا ترى شكل الحماميه دي كده طالعه ازاي لما كان يقع مثلا فيديو او اي حاجه، طب هما بيطبخوا ازاي، طب الحماميه دي بتتسلق في الشوربه، طب ما انا بسلق وساعات الحمام بيفرقع مني وساعات الحمام بيطرد منه رز. ففعلا جربت الفكره دي، طلعت الحماميه محافظه على شكلها، الحماميه زي بتاعه المطاعم. جربوها، الفيديو دي فعلا فيه حاجات كتير هنستفاد منه. انا لما جربت وشفت التجربة والتجربة فعلا نفعت معايا، حبيت افيدكم بيها. اتمنى الفيديو ان شاء الله يعجبكم، وتعملوا الحمام بالطريقة دي هتحبوه جدا. تنسوش بقى تدعمونا باللايك والاشتراك، وهتوحشونا لحد الفيديو اللي جاي. مع السلامة.